السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور رمضان خيري في فيديو جديد. الفيديو ده يعتبر فيديو مهم جدا، مش هنتكلم فيه عن دواء بعينه او عن حاجة او عن وصفة معينة، ولكن هنتكلم فيه عن حل مشكلة كبيرة بقالها فترة كبيرة موجودة في سوق الأدوية. دلوقتي حضرتك او اي حد بيروح يكشف على نفسه على ابنه عند اي دكتور اي تخصص، وللأسف بيصادف إنه هينزل يصرف روشتة الدواء من أي صيدلية، لازم يسمع دواء ناقص، فيه نوع مش موجود، فيه دواء للأسف سعره زاد، فيه دواء مش عارفين نوفره. تكون هنا المشكلة طبعا إن بياخد الروشتة ويبدأ يلف على صيدلية واتنين وتلاتة. طبعا بيبقى فيه إمكانية إنه يرجع تاني للدكتور، أو بيبقى الدكتور مش عارف يوصل له تاني، بيغير له الدواء بنوع تاني برضه مش بيلاقيه. طبعا احنا مش هننكر ان احنا بنمر دلوقتي بأزمة نقص أدوية شديدة جدا، نقص أدوية شديدة جدا. أي حد كمان ماشي على دواء مزمن، دواء ضغط، دواء سكر، كان قبل كده دواء الغدة لو تفتكروا، أي دواء مزمن. ف 90% من الناس اللي ماشية على دواء مزمن عندهم نوع من الأدوية اللي ماشيين عليها مش متوفر في سوق الدواء. طيب المشكلة دي للأسف ممكن تاخد وقت كبير جدا، ودي لها أسباب كتيرة، أسباب كتيرة طبعا، دوائية واقتصادية وحاجات تانية يعني مش بنتكلم فيها دلوقتي. وفي أسباب المشكلة احنا هنتكلم في حل المشكلة دي. حل المشكلة دي هو في إيدينا وفي إيديكم. طيب دلوقتي طبعا صيدليات موجودة في كل مكان، ومفيش حد منكم بيتعامل أو ما بيتعاملش مع صيدلية واتنين وتلاتة ويعرف صيدلي واتنين وتلاتة وعشرة. احنا بس ناقصنا ايه علشان نحل المشكله دي؟ احنا في ازمه ثقه، ناقصنا بس ان احنا نتخلص من ازمه الثقه دي علشان نقدر نحل المشكله دي. عايز الفت نظركم لحاجه دلوقتي، ولناخد مثال مثلا دواء الكونكور بتاع الضغط اللي ناقص دلوقتي. هل هو يعني الشركه بتاعته اللي عملته محدش تاني عمله؟ لا طبعا، شركات اكتر من 5 شركات عاملين نفس الماده الفعاله وتقريبا بنفس التركيزات كلها، اللي عاملاها شركه كونكور اللي هي تقريبا شركة أمون عاملاها كل الشركات التانية. آه طيب دلوقتي أي حد ماشي على كونكور 5 وده علاج ضغط مهم جدا ومش لاقي العلاج، يعمل إيه بقى؟ استنى لما العلاج يجي وطبعا بيفقد سيطرة على الضغط بتاعه ويحصل له مشاكل؟ لا طبعا، حل سهل وبسيط جدا. قدرت إنك تروح للدكتور ويغير لك العلاج بحاجة تانية متوفرة كان بها، رحت للدكتور وغير لك حاجة تانية مش موجودة برضه، فدي طبعا مشكلة، اضطر انك تروح للدكتور تاني. طب دلوقتي انت هيبقى قدامك دكتور صيدلي مثلا او صيدلية انت عارف إن فيها دكتور صيدلي وتثق فيه، فليه ما تبقاش مثلا تروح له وتقول له دلوقتي والله كونكور 5 مش موجود، ايه الدواء اللي زيه بالظبط بنفس المادة الفعالة اقدر ان انا اخده واكمل عليه بدون اي مشاكل؟ وفي الحالة دي اراهنك ان 100% الطبيب هيكون موافق على اللي انت عملته، لان مفيش اي هنا خطأ طبي، مفيش اي خطأ طبي ولا يحق له الاعتراض تماما، لان احنا الدولة الوحيدة اللي ماشية بنظام الاسامي التجارية، كونكور، بستول، مش عارف ايه. بره مفيش الكلام ده تقريبا، بتبقى هي مادة فعالة وخلاص والصيدلي بيطلع المتاح عنده. طيب هنقول ان احنا خلاص ماشيين بالنظام ده وان المادة الفعالة الواحدة بيعملها حوالي من 10 ل 20 شركة، فليه ما ناخدش النقطة دي كنقطة إيجابية؟ نقطة إيجابية بدل ما نعتبرها نقطة سلبية، لأن الدكتور البشري معلش مش هيكتب لك يعني كونكور أو بستول أو هو هيكتب لك نوع واحد بس اعتقادا منه واعتمادا إن هو متوفر في الصيدليات وخلاص. إنما هو لو جه في باله البستول هيكتب لك بستول، لو جه في باله أي حاجة تانية بنفس المادة الفعالة هيكتبها لك وخلاص. وأنت ما تفكرش مثلا إن الدكتور بيكتبه لك عشان هو عارف إن الدواء ده يعني مش مصنعه على إيده يعني، ولا هو صاحب الشركة، فهو عارف ان هو ده عايز الماده الفعاله بتاعته مش اكتر يعني. فيبقى المشكله، وده بقى في اي حاجه عموما بقى، اي حاجه عموما هنا دور الصيدلي، صيدلي المجتمع هو دوره اهم دور في المنظومه الطبيه، لان هو اللي يعني يعتبر نقطه النهايه، وكمان هو نقطه البدايه لاي مريض، ونقطه النهايه اللي بتروح تصرف من عنده الدواء وبتاخد منه جرعات وكل حاجه، وهو نقطه البدايه اللي انت بتبدا من عنده اي رحله طبيه او اي مشكله بتبدا انك تستشير الصيدلي فيها الاول. فنعزز ثقتنا في الصيادله علشان نقدر ان احنا نكمل او نخليهم ضلع اساسي في المنظومه الطبيه علشان خاطر تستفيد منهم وتقدر انك انت
بعيد بقى عن البيع والشراء، يبقى عندك مرجع طب كويس تقدر تلجأ له وتعتمد عليه. وبلاش يعني موضوع ان احنا نمسك في دواء ونلف عليه الدنيا. في ادويه مبقاش لها مثلا مسايل، لها بدايل، ودي نسبه بسيطه، ولكن هنقول 60% من الادويه الاساسيه اللي موجوده في الصيدليات ليها مسايل بنفس الماده الفعاله وليها بدايل بتشتغل نفس شغلها. فعادي جدا ان احنا نحل مشكله ازمه نقص الادويه بحته ان احنا نحط ثقتنا في الصيادله ونعتمد عليهم اعتماد كلي ان هم يشوفوا لنا حل ليها بنفس المواد الفعاله. لان صدقوني والله هو ده الحل الوحيد. هتقعد تستنى الدواء بتاعك الله العليم هيجي امتى، وانت مجرد انك انت يعني سبحان الله يعني الميه قدامك مش عايز تشرب يعني. فملهاش تعبير تاني بصراحه غير كده. فيبقى حرام عليك ان انت بتعمله في نفسك، ان انت تحرم نفسك من انك تاخد الدواء بتاعك يحصل لك مضاعفات انت في غنى عنها، ويحصل لك مشاكل انت في غنى عنها، وتبص تلاقي نفسك الحاله بتتفاقم وتروح للدكتور البشري وقتها هو بيقول لك طب ليه ما خدتش حاجه بنفس الماده الفعاله والكلام ده كله، وفي الاخر تلاقي ان انت الغلطان وانت اللي هملت في حق نفسك. وطبعا للاسف ممكن ده يدخلك في مشاكل صحيه كبيره جدا. يبقى هي حل المشكله دي بسيط خالص. انت ممكن دلوقتي ما يبقاش عندك اي دواء ناقص، انت راجل هتاخد ادويه مزمنه، تروح لاي صيدلي مش لاقيها تقول له انا عايز زي ده زي ده زي ده نفس المواد الفعاله. راجل بتروح تكشف وتصرف روشته ما فيش الصنف ده، طب ما ايه هو دكتور المثيل بتاعه، ايه الحاجه اللي زيه بالظبط اللي تقدر تعمل نفس الشغل شركه تانية او كده. لازم الحته دي تحطها في دماغك، ولازم الحته دي تتعامل بيها. وطبعا يعني اصل مش حاجه ما حدش دلوقتي بقى يعني يعني بنضحك عليه، يعني عادي بسهوله جدا هتقدر انك تاخد نفس الدواء لو انت راجل شكاك بقى او عايز تتاكد او عايز تكسب ثقه اكتر في الصيدلي. فممكن تاخده وتروح صيدليه تانية والله ده زي ده ونفس الماده الفعاله بيقوم بنفس الشغل. في ناس بتعمل كده مفيش مشكله، بس هو بعد كده هيكسب ثقه في الصيدلي ويساعد نفسك. انت هتساعد نفسك قبل اي حد تاني. لان انا شخصيا اعرف ناس كتير نصحتهم ان هم جولي مثلا بروشته او دواء مزمن، نصحتهم كتير ان هم ياخدوا المادة الفعالة في اي شركة تانية، وطبعا ما من غير تفكير، لا انا مش عايز بديل، لا انا مش عايز حاجة تانية، هو ده اللي انا برتاح عليه، هو ده اللي انا الدكتور كاتبهولي. طبعا انا كل هدفي ان هو ياخد الدواء بتاعه لان هو راجل عميل عندي، او بغض النظر هو راجل تعبان ومريض ومش عارف مصلحة نفسه كويس، فانا بعمل اللي عليا وبقول له. طبعا بتلف الايام وهو نفس الشخص بيجي عايز مثيل للدواء، وللاسف احيانا والله العظيم بيكون المثيل ده برضه نقص من السوق، فبضطر ان انا برضه ادور له على مثيل تاني وتالت وبحل له المشكله مهما كان برضه، لان هو ده دورنا كصيادله. فيبقى المشكله دي زي ما قلت لكم حلها في ايدينا وفي ايديكم وفي ايديكم انتوا اكتر كمان، لان انتوا اللي هتبداوا تساعدوا نفسكم وتساعدونا ان احنا نشوف حل المشكله دي. وزي ما قلت لكم ما يبقاش في اي دواء ناقص، وما تشتكيش من اي مشكله في الادويه، والدواء اللي عندك هتاخد زيه مفيش مشكله هيعمل نفس المفعول، وبيبقى في ادويه احسن كمان من اللي معاك كجوده شركات وكجوده تصنيع. ولكن زي ما قلت هو الطبيب البشري مش مطالب ان هو يعرف كل الادويه اللي موجوده في الصيدليات، بيعرف فيما يخص مجاله، وكمان يعني في نوع او اتنين بيكتبهم وخلاص. فده عادي مش مشكله عنده. احنا متخصصين، احنا اللي بنعرف الادويه ووسائلها وايه اللي ينفع مكان ايه. عشان كده دايما لازم تخلي الصيدلي هو المرجع بتاعك في اي دواء وانت مطمن وبدون اي قلق. اتمنى الفيديو يكون مفيد، واتمنى تكون وجهة نظري وصلت للناس ان شاء الله. باذن الله بعدها مش هيكون في اي مشكله، بنسبه كبيره جدا هتحل مشاكل او مشكله ادويه عندك ناقصه وانت دايخ عليها، وللاسف هي قدام عينك وانت اللي مش شايفها او مش عايز تشوفها. اتمنى يكون الفيديو مفيد، يا ريت تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.